في الصراع اليومي بينك وبين نفسك بتفكر هتنزل برضه على القهوة النهاردة ولا تقعد تشوف اللي وراك؟ تنظر بعيدا لتجد أحدهم جاي عليك يشبه المخلصين في خروجه من الضباب، وما تلبث رؤية المخلص هذه إلا ثواني قبل أن يقطعها صوت محشرج: شد يا أستاذ عشان الحجر يسخن. لتكتشف بذلك أن المخلص ليس سوى عم عصام خارجا من دخان الشيشة، وإنك سبت اللي وراك ونزلت تاني على القهوة. أنا عمر أسامة وده وقت الحدوتة، وأنا دلوقتي هحكي لك حدوتة. في زمن بعيد جدا، أيام ما كان الإنسان مش بيلبس غير شوية ورق شجر وبيطلع الغابة يصطاد ويرجع ياكل ويرقص، كانت أهدافه واضحة جدا وطريقها كمان واضح: أنا طالع الصبح رايح أصطاد، نجحت هاكل، ما نجحتش مش هاكل. عشان كده الإنسان اتربى وقتها على حاجة اسمها الانستنت جراتيفيكيشن أو الإشباع اللحظي. والإشباع هنا مش مقصود بيه الأكل، وإنما الإحساس بالمكافأة جوه عقلك. فإحنا ما عندناش حاجة اسمها تخزين، مفيش أكل من امبارح وبرضه مفيش تخطيط لبكرة، هي عملية صيد، يا صابت يا خابت. حتى لما بقى في مصدر تاني للأكل، كان إن هو يجمع الفواكه من الشجر، كان مباشر برضه. جمع أكل انبسط، يعني إشباع لحظي، سهلة جدا. بعد شوية الإنسان زي ما أنت عارف زرع وبقى فلاح، صنع وبقى متمدين، ودلوقتي بقى بيستنى المرتب آخر الشهر. ما بقيناش زي زمان بناخد الفاكهة ناكلها، لازم نتعب لحد فترة معينة لحد ما ناخد الفلوس اللي نجيب بيها الفاكهة ونخطط استهلاكنا ليها ونخطط كمان للمستقبل. كمان بقى عندنا أهداف أكبر من مجرد الأكل، وبتاخد وقت أطول بكتير. عاوز تتخرج هتذاكر 4 أو 5 أو حتى 7 سنين، عاوز تشتري عربية هتحوش كتير. المكافأة اللي عقلنا بقى بيحس بيها في النوع ده من الأهداف اسمها delayed gratification، اللي هو عكس الإشباع اللحظي. ده بقى الإشباع المتأخر أو المؤجل. محتاجين نخطط ونشتغل ونمشي طريق طويل قبل ما ناخد اللي احنا عايزينه ونحس بالمكافأة. طب ايه المشكلة يا عمور؟ عادي ما نتعب يا أخي ونشتغل، هو أجدادنا بنوا الأهرامات إزاي؟ المشكلة يا صديقي حسب علم النفس التطوري في البرمجة المبكرة اللي حصلت لعقل الإنسان ما قبل الحضارات على الانستنت جراتيفيكيشن، إنه يعمل مجهود ياخد قدامه مكافأة لحظية. بس لما كبر وبقى ما شاء الله عليه عنده كمبيوتر ونت، لقى ان كل حاجه عاوزها في حياته بتتحقق بالديليد جراتيفيكيشن، لازم يشتغل وقت اطول بكتير عشان يحصل على المكافاه. وده بياخدنا لتجربه شهيره اسمها مارشميلو تيست. الباحث والتر ميشيل جاب 32 طفل، بيحط قدام كل طفل ترابيزه عليها قطعه مارشميلو واحده، وبيقول للطفل ان هو هيمشي ويسيبه لوحده شويه، ولما يرجع لو لقاه لسه ما اكلش قطعه المارشميلو دي، هيكافئه بدل القطعه دي ب2 او اكتر. واول ما والتر كان بيطلع من الاوضه، سلوك الاطفال كان بيختلف بشكل كبير من واحد للتاني. في اطفال كانت بتمد ايديها على طول تاكل المارشميلو، اطفال تانيين بيستنوا شويه يتوتروا وبعدين ياكلوا حته حته صغيره لحد ما ياكلوها كلها برضه. معظم الاطفال اللي نجحوا في الاختبار ده عملوا استراتيجيه غريبه جدا، كانوا بيغنوا ويلعبوا او يغموا عينيهم لحد ما الوقت ما يعدي. الباحثين كانوا شايفين ان ده سلوك تلقائي من الاطفال عشان يشتتوا نفسهم عن فكره اكل قطعه المارشميلو. الاطفال اللي ما اكلوش كانوا طمعانين في مكافاه اكبر، فاختاروا الاشباع المتاخر الديليد جراتيفيكيشن عن الاشباع اللحظي اللي قدامهم الانستنت جراتيفيكيشن، واستخدموا في ده مشتتات تمنعهم من التفكير في القطعه اللي قدامهم. الغريب ان الاطفال دول اللي قدروا يستنوا للاخر، نسبه حصولهم على درجات اعلى دراسيا كان احتمالاتها اكتر بكتير من الاطفال اللي ما قدروش يستنوا. مش بس كده، ده الدراسه الصحيه عليهم اثبتت ان هم عرضه بنسبه اقل لامراض السمنه وهم كبار. يعني انت عايز تقول لي ان انا اللي بفضل الاشباع اللحظي عن المتاخر كده هتخن؟ صديقي كده كده الاشباع بيتخن. انا عايز اقول لك ان الانسان اللي هو انت يعني واقع بين نارين. انا عندي هدف كبير وهيخليني سعيد ومحتاج اشتغل عليه سنه كامله وبعدين هكون حققته، مع ان لو نزلت على القهوه دلوقتي او مسكت الموبايل او حتى قعدت قدام التلفزيون، ممكن احصل على احساس مشابه شويه بمجهود اقل ووقت اقصر. وكده كده العقل زي ما قلت لك متصمم على الانستنت جراتيفيكيشن، فاسهل له يختار المتعه الحاليه على متعه تانية في علم الغيب يحيينا ويحيك ربنا على ما نوصل لها. والمشكله مش بتقف لحد هنا. يعني انت بترجع من القهوه خلاص معاك الانستنت جراتيفيكيشن بتاعك، ليه بقى بتمسك الموبايل وما بتعملش اللي وراك؟ خليني اقول لك الكلمه اللي انت بتحب تسمعها: المشكله مش فيك، العيب في النظام. في مصطلح شهير في علم النفس التطوري اسمه ميس ماتش ثيوري، بيشرح مدى تعقيد شكل الحياه الحاليه على الروابط العصبيه المتكونه في مخ الانسان، وده نتيجه تطور الانسان في بيئه، وان هو عايش دلوقتي في بيئه مختلفه تماما عن اللي كان يعرفها. لا ثانيه واحده بقى، يعني ايه الكلام ده؟ يعني المشكله فعلا مش فيك، هي فيك بس انت ما عملتهاش. المشكله ان المنتجات المتاحه كلها بتلعب على النظريه دي، بتقدم لك سكر كتير في الاكل عشان انت بتحبه، الجوريزم تخليك تشوف فيديوهات اكتر عشان انت تنبسط، وحاجات مختلفه في الحياه بتعطلك عن اهدافك الاكبر عشان انت برضه عشان عقلك بيحب ده. لان ببساطه اللي بيصممها عارف ان عقلك هيحب الانستنت جراتيفيكيشن اللحظي عن الديليد جراتيفيكيشن اللي بيتاخر. فانت يا صديقي مش عايش صراع جوه نفسك بس، انت كمان عايش صراع مع العالم اللي بيتصمم عشان يرضي الجزء اللي انت اصلا بتحاول تحاربه جوه نفسك. طب اما انزل بقى على القهوه نشوف هنعمل ايه في الصراع ده. صديقي انا بحبك وخايف على مصلحتك، وهقول لك هنعمل ايه. الحل اللي مش سحري في حاجه اسمها عهد اوديسيوس. اوديسيوس كان قائد حربي وعنده سفينته والبحاره بتوعه، بتحكي اسطورته في طريق رجوعهم من حرب طروي
والوضع كانوا هيعدوا على جزيرة اسمها جزيرة السيرينات، والسيرينات أو السيرينز مخلوقات شبه عروسة البحر بيغنوا بصوت يسمعوا البحارة بيسحرهم ويخليهم يتجننوا ويرموا نفسهم في المية، أو حتى يقربوا من الجزيرة فتتحطم السفينة بتاعتهم ويموتوا. يعني انت لو سمعتهم كده كده هتموت. اوديسيوس كان مصر ان هو عاوز يسمع السيرينات بس برضه مش عاوز يموت، وعشان كده قبل اوديسيوس ما يوصل للجزيرة دي عدى على عرافة اسمها سيرسي، اقترحت عليه خطة ذكية تخليه يسمع من غير ما يموت، ان هو يخلي البحارة بتوعه يربطوه في ساري السفينة وهم يسدوا ودانهم بالشمع، ويتفق مع البحارة ان هو مهما صرخ او حاول يفك نفسه يربطوه اكتر لحد ما يعدوا بسلام وبعدين يفكوه. في نهاية كلامه مع العرافة قالت له جملة مهمة قوي: لو عرفت تمنع نفسك من الحرية وقت الخطر هتعدي بسلام. بينفذ اوديسيوس الخطه وبيعدي من قدام الجزيره وهو مربوط فعلا، وكان كل ما يصرخ البحاره يلاحظوا انفعاله فيربطوه اكتر زي ما طلب، لحد ما عدوا بسلام وعقله رجع له، فالبحاره عرفوا ان هم نجحوا خلاص وفكوه وشالوا الشمع من ودانهم. القصه دي الهمت جون إليستر سنه 1979 ان هو يكتب كتاب اوديسيوس اند ذا سيرنز، وشرح فيه وجهه نظره عن ازاي توصل للي انت عايزه عن طريق ان انت تعمل عهد. العهد ده سماه عهد اوديسيوس. في العهد ده انت بتمنع نفسك المستقبليه من حاجه انت عارف ومتاكد ان انت هتقع فيه. عهد اوديسيوس بقى مفهوم بيعبر عن اي عهد انت بتاخده على نفسك قدام الناس كلها، ان انت هتمنع نفسك عن شيء معين لفتره معينه عشان تقضي المهمه اللي وراك. يعني من الاخر بتربط نفسك زي اوديسيوس بالظبط، وبتخلي اللي حواليك يساعدوك في الرابطه دي. الغريب ان في ناس كتير استخدمت عهد اوديسيوس فعلا. تعرف ان فيكتور هوجو الراجل اللي كتب البؤساء كان بيكتب وهو قاعد عريان مش لابس حاجه؟ الجو ما كانش حر، بس فيكتور هوجو كان بيقلع هدومه ويحطها كلها في الدولاب ويقفل عليها ويدي المفتاح بتاعه للخادم ويقول له اوعى ترجع لي المفتاح غير بعد عدد ساعات معينه، فبيبقى مضطر ان هو يقعد يكتب في الساعات دي عشان خلاص مش هيعرف يخرج وهو عريان. دي كانت طريقته في استخدام عهد اوديسيوس، ربط نفسه بانه يقعد عريان وادى مفتاح الدولاب للخادم بتاعه، فكده كده مش قدامه غير ان هو ينجز اللي وراه. ومش هو بس اللي عمل حاجات غريبه عشان يلزم نفسه، يعني عندنا مثلا تيم فيرس اللي كتب كتاب ذا 4 اور ورك ويك. الراجل ده كان بيدي فلوس لواحد صاحبه ويقول له لو انا ما خلصتش كتابه الشابتر ده قبل التاريخ الفلاني اتبرع بالفلوس دي لجهه انا بكرهها. ولو فكرنا شويه هنلاقي الفيديوهات اللي بنشوفها بتاعت تابعني وانا بعمل المشروع بتاعي، او ان انت تشارك باستمرار تقدمك في هدف معين، هي كمان تعتبر طريقه حديثه لتنفيذ عهد اوديسيوس. عشان مثلا لما اقول لك ان انا هنزل فيديو على يوتيوب كل اسبوعين وعايزك تعمل لي سبسكرايب، ده عشان انا بحبك وخايف على مصلحتك، وفي نفس الوقت ده عهد اوديسيوس بالنسبه لي. عهد اوديسيوس بيقول لك انك مفيش وقت هتكون فيه مستعد تعمل اللي انت عايزه، دايما هيكون في مشتتات مستعده تخليك تاخد الانستنت جراتيفيكيشن اللي مخك محتاجه. ولو معرفتش ايه هي الحاجات اللي بتشتتك واخترت بنفسك ان انت تربط نفسك المستقبليه وتخلي حد من اللي حواليك يشاركك الرابطه دي، هيفضل صعب جدا عليك تخلص اللي وراك. والقوه اللي عندك دلوقتي احسن لك تستخدمها في السيطره على نفسك المستقبليه. فلو عاوز النهارده ما تدخلش في صراع قرار النزول على القهوه، اربط نفسك من دلوقتي مع حد في البيت او حتى برهان هتخسره لو نزلت. ونفس الجملة اللي العرافة قالتها لأوديسيوس أنا برضو بقولها لك: لو عرفت تمنع نفسك من الحرية وقت الخطر هتعدي بسلام. ولو حسيت ان انت استخدمت عهد اوديسيوس قبل كده قول لي في التعليقات عملتها ازاي، وانا كمان هرد عليك واقول لك طريقتي. وده كان وقت الحدوته النهارده، اعمل سبسكرايب واشوفك كمان اسبوعين عشان انا بحبك وخايف على مصلحتك.